بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض سلسلة تعلم لينكس من البداية. والنهاردة بإذن الله هنكمل شابتر users and groups management. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الشابتر ده بشكل نظري، ولكن النهاردة بإذن الله هنكمل الجزء العملي. يعني احنا كنا خدنا زي مقدمة كده عن الموضوع، ازاي تدير اليوزرز والجروبس على نظام تشغيل لينكس. ولكن النهارده هنشرح الجزء العملي بإذن الله. احنا عندنا كذا سيكشن للشرح، او عندنا كذا جزئية. اول حاجة ازاي تعمل يوزر جديد، ازاي تمسحه او تعمل عليه تعديلات زي ان انت تغير اسمه او ايا كان يعني. ازاي تحط باسورد اصلا لليوزر الجديد ده، وازاي تحط اكسباير ديت او تاريخ صلاحيه لليوزر مثلا. يعني اليوزر ده لازم يتغير بعد 90 يوم، بعد 90 يوم مش هيتغير حاجه زي كده. وازاي تغير الباسورد والكلام ده كله. وندخل بقى الجزئيتين دول 3 و4 بيركزوا اكتر على الجروبس، ازاي نعمل جروب وازاي برضه نمسحها، ازاي نعمل عليها موديفاي، ازاي نضيف حد فيها، ازاي نمسح حد منها. حاجات زي كده. واخر حاجه معانا النهارده اللي هي آم، صلاحيات السودو، او الصلاحيات اللي هي العاليه شويه، ازاي تستخدم الروت، ازاي تسويتش بين اليوزرز، ازاي تدي لحد صلاحيات الروت. خلاص. فخلينا ناخد الموضوع واحده واحده، ولكن قبل ما ابدا عايز ان انا اشرح آه، نقطه كنت اتكلمت عليها في الاول خالص في اول فيديو، وقلت هنشرحها بعدين. وهم ال4 ملفات دول، لو انت يعني متابع معانا من البدايه فانت اكيد شفتهم قبل كده. انا كنت شرحت ده وقلت ان ده بيتخزن فيه الاوامر اللي انت كتبتها في التيرمينال. وان ال4 ملفات دول مشتركين. يعني ايه مشتركين؟ محتواهم مختلف، ولكن ال4 ملفات دول طبعا قبلهم دوت علشان مخفيين. ولكن اي يوزر بيتعمل بشكل جديد، وهنشوف ده يعني مع بعض، بينزل له ال4 ملفات دول بشكل تلقائي، ولكن طبعا البيانات اللي بتتخزن فيها هي اللي بتكون مختلفة. طيب. الملف ده بيتخزن فيه الاوامر اللي انت كتبتها، او الهيستوري بتاع الكوماندز اللي انت كتبتها. الباش لوج اوت ده بيبقى متخزن فيه البيانات ليها علاقة بتسجيل الخروج. بيبقى بيانات لا يعني زي الكاش والحاجات زي كده. الكاش اللي هي بيانات مؤقتة كده، بتبقى ملهاش لازمة يعني قوي. الباش بروفايل دي ليها علاقة بالبيانات اللي بتتخزن لما تيجي تعمل لوجن على السيستم، او تيجي تعمل لوجن في نظام التشغيل. والباش ار سي بتبقى ليها علاقة بالبيانات اللي بتتخزن اول ما بتفتح الترمينال. طيب كويس. انت مش مطلوب منك خالص ان انت تتعامل مع الملفات دي، او تكون عارف جواها ايه، او يعني تفضل تتغير فيها وكده. يبقى فيها بيانات زي variables والايسيس وحاجات زي كده، ممكن نتكلم عليها قدام باذن الله، لكن بتبقى نقطه ادفانسد شويه، فاحنا مش عايزين ان احنا نركز عليها قوي. خلاص. ده بالنسبه لل4 ملفات دول. طيب. بالنسبه بقى لاول حاجه عندنا اللي هي ناخدهم واحده واحده كده. ازاي اعمل يوزر جديد؟ دي اول حاجه محتاجين ان احنا نعرفها. طيب. بتيجي طبعا انت ما ينفعش اي حد يعمل يوزر. يعني ما ينفعش اي حد يعمل يوزر بالنسبه لك لو انت ما عندكش مثلا غير يوزر عادي خالص زي ده مثلا. يعني دخلنا الهوم، نيجي نعمل ايه الاس. انا عندي 5 يوزرز اهم. جميل. نانو ده معاه صلاحيات السودو، فانا هشتغل بيه. طيب لو انت ما عندكش دول خالص، ما معكش غير يوزر عادي ومش معاه صلاحيات السودو، و... ومعاك الروت بقى، ما هو الروت موجود بشكل تلقائي. خلاص. هتضطر ان انت تسويتش للروت بالشكل ده، وتدوس انتر وتكتب باسورد روت. خلاص. ولكن انا هرجع لنانو ده تاني علشان انا مش محتاج صلاحيات للروت دلوقتي. طيب. ازاي اعمل يوزر جديد؟ طبعا سودو انا بعمل امر المفروض ان هو مش اعتيادي، انا مش بنشئ ملف، بكتب سودو علشان اخد صلاحيات اعلى شويه وتفويض من الروت ان انا اعمل العمليه دي. فباجي اكتب سودو ده مش الامر يعني، دي بتتكتب مع اوامر كتير قوي. هي حاجه كده اللي هو واسطه يعني ليك من الاخر جوه السيستم، ملهاش علاقه بانشاء اليوزر. طب امر انشاء اليوزر بيتكتب ازاي؟ بنكتب كده يوزر اد
خلاص. حتى لو جيت كتبت مثلا يوزر كده بالشكل ده، انا بدوس على التاب بيكمل لوحده. بنكتب يوزر اد، وبعدين يعني هي لها كذا شكل، يعني ممكن تضيف اوبشنات كتير، ولكن انا خلينا في الايه، في الديفولت منه او في الاعتيادي منه. بنكتب ماينس يو، وماينس يو دي بتريفير لايه، او بتعبر عن ايه، بتعبر عن الاي دي بتاع اليوزر جوه السيستم. يعني كل يوزر جوه السيستم بيبقى ليه رقم يونيك او رقم مميز، ما ينفعش ان هو يتكرر، او ما ينفعش يبقى اتنين يوزرز واخدين نفس الرقم. فده بيبقى زي رقم البطاقه كده بالنسبه لليوزر جوه السيستم. طيب اول يوزر، خلينا بس نمسح دي. اول يوزر بنيجي ننشئه بياخد اول يوزر بيتم انشائه على الجهاز بياخد اي دي رقم 1000. ده اسمه اليو اي دي او اليوزر اي دي، بياخد رقم 1000. طب الروت بياخد رقم كام؟ صفر. الروت اليوزر اي دي بتاعه صفر. خلاص. نيجي نكتب الامر بتاعنا تاني، يوزر اد، ونكتب ماينس يو. انا عايز اعمل يوزر مثلا واديله وليكن 1017. خلاص، ده رقم الاي دي بتاعه. انت بقى من 1000 وانت طالع بقى، يعني انت خلاص اول واحد ده كان 1000 يعني اديله رقم 1000 مثلا، 1001، 1002 و3، براحتك عادي يعني. انا اخترت 1017 ده عشوائيا كده. طيب بنعمل ايه بعدين؟ بنيجي نكتب اسم اليوزر بقى. خلاص يعني الموضوع بالبساطه دي. انا هسميه عزيز عشان انا بحب الاسم ده. فهننشئ اليوزر اللي اسمه عزيز. نراجع تاني سريعا. سودو علشان اخد صلاحيات اعلى شويه، يوزر اد علشان خاطر اعمل يوزر جديد، وماينس يو علشان اديله رقم تعريفي جوه الجهاز او يوزر اي دي اللي هو احنا قلنا عليه رقم البطاقه بتاع اليوزر جوه السيستم. وادي الرقم، وادي اسم اليوزر بيبقى اخر حاجه، اخر حاجه. خلاص. ونيجي ندوس انتر. طبعا طلب مني ايه؟ طلب مني الباسورد، وانا ثواني كتبته غلط. خلاص ما جابش ايرور بعدها. لو جيت ان انا مثلا ادخل لو جيت اعمل سودو كات اي تي سي باسورد، هنشرح الملفين دول دلوقتي، ولكن عايز اوضح حاجه. دي قائمه اليوزرز اللي عندي. احنا المره اللي فاتت شرحنا ان في حاجه اسمها سيرفيس يوزر، ممكن تلاقيها في فين مثلا، انجن اكس هنا. دي خدمه فواخده ايه، واخده يوزر بنفس اسم الخدمه. خلاص. عندنا يوزر للاف تي بي اهو، مش موضوعنا، ولكن هتلاقي اليوزرز اللي موجودين عندك على الجهاز، والاباتشي برضو واخد يوزر هنا اهو. هتلاقي اللهم صل على النبي، هتلاقي السيرفيس اللي عندك واخده يوزر بنفس اسم الجهاز. عندنا نانا اهو اللي احنا بنستخدمه ده موجود. عندنا يوزرز تانية زي عبد ده موجود اهوت، وعزيز ده اخر حاجه اللي احنا انشأناها. لو جيت بصيت كده لو جيت بصيت كده هتلاقي الاسم. طبعا احنا هنشرح السطر ده كله، ولكن عايزك تركز في نقطة معينة، ان هتلاقي هنا 1017، وده الهوم دايركتوري بتاعه. هنروح نشوفه دلوقتي. ايه بين باش دي؟ احنا كنا شرحنا قبل كده لما جيت اتكلمت على التيرمينال والباش شيل والكلام ده كله، قلت ان فيها انواع كتير، وكنا عرضنا صورة كده على في الفيديو يعني، فيها 8 انواع للباش تقريبا. خلاص. باي ديفولت الباش هي ال نوع الشيل اللي بينزل لليوزر او بيتثبت مع اليوزر بشكل تلقائي. فهو الشيل بتاعه كان بين باش. لو عايز اغيرها بغيرها له عن طريق ان انا بضيف ماينس اس وانا بكتب، ولكن يعني مش مضطرين نعمل كده، احنا هنسيبها باش عادي. لو جينا دخلنا الهوم وجينا عملنا ال اس، هنلاقي دايركتوري جديد اسمه عزيز. طيب ازاي بقى اعرف يعني مثلا خلاص انا مش عارف الاي دي بتاع اليوزر اللي اسمه عزيز ده، حتى لو جيت ان انا اسويتش ليه كده، بص انا هدوس على التابه دلوقتي هيكمل عادي. ليه؟ لان اليوزر موجود. اليوزر موجود. لو جيت كتبت احمد مثلا مفيش احمد، فمش هيكمل اهو. دوس على التابه مش بيكمل. لو عايز اعرف الاي دي بتاعه بعرفها ازاي؟ عن طريق ان انا بكتب كوماند اي دي وبكتب اسم اليوزر بعدها. لو جيت كتبت هتلاقي هنا اليو اي دي او اليوزر اي دي 1017 بين قوسين ده اسم اليوزر. الجي اي دي ده حاجه اسمها جروب اي دي.
طبعا احنا ما ضفناهوش لاي جروبس، لان احنا ما اتكلمناش عن جزئيه الجروبس، لسه هنتكلم عليها في 3 و4. فبيضاف لجروب تلقائي بنفس اسم اليوزر نفسه. خلاص، حتى لو جينا عملنا اي دي نانو كده، هنلاقي ان طبعا ده اول يوزر اهو، فواخد اول يوزر عملته، فواخد اي دي رقم 1000. آم، وهنلاقي جروب تاني متضاف ليه اسمه نانو، مع اني مش عامل جروب اسمه نانو ولا حاجه. وهتلاقي الويل اللي هو السودو. خلاص. ف بعرف الرقم الاي دي بتاع اليوزر عن طريق الامر ده، ان انا بكتب اي دي وبعدين بروح كاتب اسم اليوزر، فبيجيب لي رقم الاي دي بتاعه. ماشي. طيب، ازاي انا بقى اقدر ان انا اغير اليوزر اي دي بتاع يعني مثلا انا عايز مثلا اغير اليوزر اي دي بتاع اليوزر اللي عندي ده. يعني مثلا عزيز ده احنا اديناه 1017، فازاي ان انا اغيرها له، مثلا اخليها 1021 مثلا، عن طريق امر تاني اسمه يوزر مود. يوزر مود ده بتغير منه حاجات كتير، ولكن لما بتيجي تكتب مثلا اوبشن زي يو، خلاص هو كده بيعرف ان انت عايز تغير اليوزر اي دي. خلاص. بتكتب بقى القديم والجديد؟ لا، انت بتكتب له الرقم الجديد بس. يعني مثلا عايز اخليه 1021، واروح جاي هنا كاتب له عزيز. خلاص. واروح دايس انتر. نيجي نكتب اي دي بقى لعزيز ده تاني. عزيز هنلاقيها 1021. طيب هي هنا ليه ما اتغيرتش؟ لان انا غيرت اليوزر اي دي. اليوزر اي دي مش الجروب اي دي، فبقت 1021. يا رب يكون الموضوع سهل. طيب عندنا امر تاني، وهو ازاي ان انا اغير اسم اليوزر. طيب بعملها ازاي؟ بروح كاتب سودو، وبرضه بستخدم نفس امر. خلينا بس نمسح عشان الموضوع يبقى اوضح. سودو وبعدين يوزر مود ماينس ال، وبعدين بكتب له الاسم الجديد. يعني مثلا آه احنا كنا مسمينه اليوزر عزيز، خلينا مثلا نسميه سليم مثلا يعني. وبعدين بروح كاتب الاسم القديم. طيب خلينا نشرح سريعا. صدوق خلاص عرفناها، مش محتاجين ان احنا نتكلم عليها تاني. اليوزر مود ده علشان مود دي يعني اختصار لموديفاي. خلاص، اختصار لموديفاي. يعني موديفاي يعني تعديل. انا بعدل حاجه. لما كتبت هنا ماينس يو كنت بعدل اليوزر اي دي او رقم بطاقه، الرقم التعريفي مثلا لليوزر. كويس. فده بيindicate للحاجه اللي انت عايز تعملها يعني، او بيعبر عن الحاجه اللي انت عايز تعملها يعني. هو الجهاز بيشتغل، السيستم بيشتغل كده. فخلاص، فبروح كاتب له الاسم الجديد، وروح حط لي الاسم ده بدل الاسم اللي هو اسمه عزيز ده. طيب. تعالى مثلا نروح نعمل كات etc باسورد كده. بص كده، كان في هنا كان في هنا عزيز، ما بقاش في عزيز، بقى في بقى في آه سليم. خلاص. طيب في حاجه مهمه بقى، ان انا دلوقتي لو جيت بصيت هنا هنلاقي ان الهوم دايركتوري المفروض بيبقى نفس اسم اليوزر. يعني انا عملت يوزر اسمه عزيز، فخلاص الهوم دايركتوري بتاعه عزيز. عملته اسمه احمد، هتلاقيه اسمه احمد محمد كده. فهو هنا ما اتغيرش. يعني انا لو رحت مثلا بالهوم دايركتوري، مش هلاقي حاجه هنا اسمها سليم، مش هلاقي. اغيرها ازاي او اعملها ازاي؟ موضوع بسيط. هنروح جايين عاملين هنا سودو. هو في طبعا في اوبشن يعني، ولكن هو مش احترافي شويه يعني، هو بعيد عن اليوزر مود. الا وهو ان انا راح جاي عامل مثلا فولدر واسميه احنا سميناه سليم. خلاص اسميه سليم بنفس الشكل. خلاص. وبعدين اقول له بعد ما تعمل كده روح انقل لي كل حاجه جوه. او ممكن مثلا بروح داخل مثلا جوه عزيز ده، او انا بنشئ هنا الملف الاول يعني ميك داير واسميه مثلا سليم سودو. لو قال لك برميشن دينايد يعني مش اي حد يعمل اي حاجه. فين هو؟ هنا سليم اهو. اروح داخل بقى جوه عزيز ده كده. يا ابويا إيه.
ثواني. خلاص دي الملفات اللي نزلت باي ديفولت مع الدايركتوري اللي اسمه عزيز. بروح بقى جاي انا عامل ايه بقى؟ بروح جاي ناقل كل حاجه جوه عزيز ده كده. حلو. لو في بقى اي ملف اشوف مثلا، لو في مثلا اروح والله اقول له مثلا ايه الباش مش عارف لوج اوت ده مثلا كده. ثواني في غلطه انا مش عارف في دوت باش كده، مش فاهم المشكله بصراحه. طب ثواني نخليها روت مثلا سي دي سي دي عزيز. خلاص انا دخلت جوه عزيز ده خلاص. لو جيت عملت برنت وركينج انا جوه عزيز ده، لو جيت عملت الاس ماينس ال ايه، اروح جاي بقى اعمل ايه؟ اروح جاي اعمل له كده، اقول له ودي لي دول. شايف الملفات دي كلها؟ وروح ان احنا عملنا الملف اسمه سليم. يعني انا هعمل ايه دلوقتي؟ ام في دي اللي هي موف، انقل لي كل حاجه. استرك دي معناها سيلكت اول، كل ده انقله لي فين؟ عند هوم سليم دي، بحيث ان انا خلاص انا كان عندي يوزر اسمه عزيز والهوم دايركتوري بتاعه اسمه عزيز. هروح واخد وبعدين غيرت اسمه بقى سليم مش عزيز، ولكن هوم دايركتوري لسه اسمه عزيز. هروح واخد بعمل فولدر جديد اسمه سليم، واروح واخد الملفات دي كلها نقلها في سليم ده، كأن والدنيا بتبقى 100 100 ما حصلش اي حاجه. خلاص بقى هو ده الهوم دايركتوري بتاعه. ولكن ده طبعا مش احترافي قوي يعني. ثواني بس نمسح ايه سليم اللي احنا عملناه ده كده، ريموف ده يعني. اسمه سليم. خلاص ده مش احترافي قوي. طيب انا بعملها ازاي برضو؟ هو ده حل على فكره يعني عادي يعني مفيش مشكله، ولكن مش حل احترافي قوي يعني. جميل. هروح جاي قايل له سودو يوزر مود بالشكل ده، واقول له ماينس دي. ماينس دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن الدايركتوري. خلاص. واروح جاي كاتب له مسار اللي انا عايز اعمل فيه فولدر جديد. وباك من النقطه دي ان انا مثلا بروح جاي هنا واقول له ايه؟ انا عايز اعمل فولدر جديد في المسار ده، او عايز اعمل فولدر جوه الهوم دايركتوري اسمه ايه؟ اسمه سليم. خلاص. وبروح جاي بعدها كاتب له ماينس ام، واكتب له اسم اليوزر. اسم اليوزر بتاعنا بقى اسمه سليم. ممكن ماشي بالشكل ده. معلش لسه طبعا هوم. نيجي نعمل كده بقى عندي هوم دايركتور جديد اسمه سليم. بص يعني مثلا خلينا بس ايه، انا عايز اتاكد من حاجه معلش. بص هنا كانت دي كان اسمها ايه؟ هنا كان اسمها عزيز. لا خلاص احنا بقى عندنا اليوزر يا عم بقى اسمه سليم، وغيرنا كمان اليوزر اي دي بتاعه. الجروب اي دي هو اللي لسه ثابت، ده الجروب اي دي بالمناسبه يعني. والمسار بتاعه او الهوم دايركتوري بتاعه بقى اسمه هوم، بقى اسمه سليم جوه الهوم دايركتوري. والبين باش بتاعته البين دي المسار اللي بتخزن فيه الشيل باش بتاعته. خلاص. فده لحد دلوقتي ازاي يعمل يوزر، ازاي اديله اي دي، ازاي اغير الاي دي، ازاي اغير اسمه، وازاي اغير الهوم دايركتوري. في حاجه تانية اللي هي ازاي ان انا امسح اليوزر، ولكن خليها الاخر بعد ما نطبق الايه الشغل بتاعنا. طيب تعال في حركه حلوه بقى. يعني انا لو جيت كده عايز ابقى مثلا اتعامل بسليم ده، طبعا هو مش معمول له باسورد، فاحنا هنضطر ان احنا نعمل له باسورد. هنتكلم على ده شويه كده بس ثواني. باسورد سليم ماشي. نيو باسورد نخليه سليم برضو عادي. سليم ماشي. اس يو ماينس سليم. هيقول لك اكتب الباسورد. ماشي. لو جيت قلت له هو طبعا مكتوب هنا، هو يعني مش محتاجه يعني، ولكن يعني مش مشكله. ماشي. هيقول لك لو قلت له انا مين، هيقول لي انت اليوزر اللي اسمه سليم. اذا هو شغال عادي. يعني مثلا لو جيت قلت له اديني الهوم دايركتوري بتاعي وقلت له انا فين، هيقول لك انت جوه الهوم دايركتوري اسمه سليم اهو. لو جيت عملت مثلا تاتش فايل وجيت عملت لي خلاص، يعني هو شغال عادي كانه يوزر عادي. طب عندك يوزر بالبروفايل بتاعه
بالديسكتوب بتاع الدنيا بقت جميله، مفيش اي مشكله. طيب ايه الاوبشن اللي عايز اتكلم عنه؟ نرجع بس للنانو ده تاني عشان مع صلاحيات السودو، ونيجي نقول له انا عايز اعمل لوك لليوزر اللي اسمه سليم ده. بيقول له يوزر مود ماينس ال. يعني ايه لوك؟ يعني انا دلوقتي لما حاولت ان انا اعمل سويتش، اروح جاي كده عامل كده سليم، بيدخلنا عادي، ودخلت وعملت فايل وكتبت او ام اي والدنيا شغاله جميله. طيب انا عايز اعمل لوك للاكونت. يعني ايه لوك؟ يعني يجي يدخل على الاكونت ما يدخلش. بص كده، يعني انا خلاص انا نفذت امر اهو. بص، يوزر مود دي عملنا بقى كذا حاجه، خد بالك، غيرنا بقى الاسم، غيرنا بقى الهوم دايركتوري، غيرنا بيها ايه تاني، هنعمل بيه لوك وهنعمل بيه ان لوك برضو. فبتعمل بيها وبضيفها لجروب، بضيف يعني بضيف يوزر لجروب بيها برضو، فهي بتعمل بيها كذا حاجه، هي مش ثابته لامر معين، ولكن الاوبشن هو اللي بيتغير. عندنا ماينس ال دي بتريفير لايه يعني تقصد ايه؟ معناها لوك او اقفل لي اليوزر اللي اسمه سليم ده. تعالى بقى ندخل على سليم ده كده، هيقول لك اكتب الباسورد، اكتب الباسورد، هيقول لك غلط. غلط. تعالى يا عم نكتب تاني نتاكد تاني، او اكتب الباسورد غلط. هيفضل يقول لك غلط غلط غلط، مش هيرضى يدخل ابدا. أهو. غلط برضه. طيب تعالى ان احنا نروح عاملين خد بالك ان ال دي كابيتال مش سمول. خلاص، تعالى نروح عاملين ماينس يو. يو دي اللي هي ان لوك، ما تقفلوش. خلاص تعالى بقى نعمل اس يو ماينس سليم. نكتب سليم، هيروح داخل عادي اهو. هو ام اي، هيقول لك انت يا عم ايه اسمك؟ سليم. طيب دي بالنسبه للاوامر في الخاصه بحته ان انا ازاي اعمل كرييت، ازاي اعمل موديفاي. موديفاي ده اقصد بها اللي هي اي امر كتبته باستخدام اليوزر مود، حاجات زي كده. طيب انت سؤال برضو، سؤال مهم برضو، يعني هو ازاي اي حد يقدر ان هو يقفل اكونت اي حد والكلام ده؟ طبعا انا بعمل الكلام ده ان انا يعني بعمل لاب ده على جهازي انا، فانا المتحكم في كل شيء، انا الروت وانا السود والكلام ده كله. ولكن طبعا يعني لما بتيجي تتكلم في بيت عمل وكده، مش اي حد معاه صلاحيات السود، ومش هيقفل لك الاكونت الا اذا كنت مثلا يا مشيت من الشركه، يا واخد اجازه مثلا، يا عملت مشكله، يعني ايا كان الظرف اللي انت فيه. ولكن الظرف اللي هيخليه يقفل لك الاكونت يعني ولكن الموضوع ما بيبقاش سبهلله، يعني الموضوع ما بيبقاش بالبساطه دي. طيب في امرين كمان اللي هو اس يو. اس يو دي بتعبر عن انا عملتها كتير قبل كده، ولكن برضو احنا بنتكلم على اليوزرز فما ينفعش ان انا ما اتكلمش عليها. اللي هي سويتش يوزر. سويتش يوزر يعني ايه سويتش؟ يعني انا يوزر دلوقتي مثلا نانو، عايز اقلب او انا سليم اهو، عايز اقلب اللي ايه لنانو مثلا، وبعدين بتكتب هايفن مش اندر، مش دي، مش بكتب دي. خلاص، بتكتب هايفن عادي خالص اللي هي جنب الزائد فوق دي، وبتروح كاتب بعدها اسم اليوزر اللي انت عايزه. وخد بالك ان يبقى في سبيس بين كل حاجه، يعني دي لوحدها كده مش ملزوق فيها حاجه. وتروح وتروح دايس نانو. على فكره دي انا دوست عليها بالغلط فاتكتبت، مش ملهاش علاقه بحاجه. المهم نكتب نانو عادي. وفي امر برضو محتاجين ان احنا اتكلمنا عليه 2000 مره قبل كده، ولكن محتاجين برضو ان احنا نكون عارفينه، ما ينفعش ما نعرفوش، اللي هو ام اي او انا مين. خلاص، ده بالنسبه للجزئيات دي كلها. طيب انا بقى عايز امسح يوزر، اعملها ازاي؟ بعملها كده، بكتب سودو ماينس ار اللي هي ريموف او امسح يعني، وبروح كاتب له اسم ريموف. ثانيه، انا كتبت الاوبشن اصلا. يوزر ديل ده تالت حاجه معانا. احنا خدنا، ثواني، احنا خدنا يوزر اد اكتبها غلط ولا ايه؟ يوزر اد، مش عارف، حاسس كده لا هي يوزر اد عادي. وخدنا يوزر مود اللي هي يوزر موديفاي. وتالت حاجه هناخدها في الجزء ده يعني من الشابتر يوزر ديل. دي بكريت منها يوزر، ودي بمسح منها يوزر، ودي بعدل بيها بيانات اليوزر او بعدل بيها خصائص اليوزر.
فبروح جاي هنا مديله اسم اليوزر وندوس انتر. مش هيرضى. ليه بقى مش هيرضى؟ لان بيقول لك used by process 3600. طيب ثواني. كل ماينس 9 3600 كيلد. طيب يا عم. انا ما عملش سويتش اليوزر. ايه العبط ده؟ ثواني، في حاجه غلط عندنا هنا. سواء المشكله في التيرمينال نفسها تقريبا. امم ثواني، عشان كنت فاتح اليوزر وانا بمسحه يعني. دي حته غبيه برضه. سودو يوزر ديل ماينس ار سليم. يقول لك اكتب الباسورد. انت مين؟ وانت مين عرفني بيك؟ مش هيديك ايرور. طيب تعالى يا عم نعمل كات ونديله سودو الاول. ليه سودو؟ عشان دي ملفات حساسه، مش هينفع اي حد، ما ينفعش اي حد ان هو يروح يشوفها. طيب مفيش هنا عزيز، مفيش هنا عزيز. ليه؟ لان احنا مسحنا اليوزر خلاص. احنا مسحنا اليوزر. في نقطه بقى انا نفسي والله مش عارفها، انا راح اكتشفها معاكم دلوقتي. اللي هي ايه؟ وانا لو دخلت دلوقتي الاقي الهوم دايركتوري بتاعه ولا لا؟ اتمسح برضه. فخلاص احنا كده ولا كأننا عملنا يوزر، ولا كأننا عملنا اي حاجة. وده بالنسبة للجزء الاولاني من شابتر يوزرز اند جروبس مانجمنت. طيب هنيجي لتاني جزئية، ودي الجزئية الخاصة بإدارة باسوردات اليوزرز. او ازاي ان انا احط مثلا باسورد اليوزر معين، ازاي اغير له الباسورد، ازاي احط له مثلا ميعاد معين الباسورد ده ينتهي فيه، او اكسبيريشن ديت للباسورد بتاع اليوزر ده. طيب اشهر تول احنا بنعتمد، او اشهر كوماند احنا بنعتمد عليه في اداره الباسوردات هو امر باسورد. امر ايه باسورد. طيب مش باسورد يعني، علشان ما حدش يتلخبط ويكتبها بباسورد يعني. طيب ازاي اقدر ان انا مثلا احط باسورد ليوزر معين؟ هنيجي بس احنا كنا مسحنا اليوزر اللي هو كان اسمه سليم اللي احنا عملناه. ف هنعمل او عزيز ده هنعمله تاني. يوزر اد عزيز شودو يوزر اد. طبعا هنديله ونسيو 1022. هنيجي نعمل ls. خلاص اتعمل كده تمام. طيب ازاي ان انا بقى احط له باسورد؟ اولا لازم اكون واخد صلاحيه السودو، وبعدين بكتب امر باسورد، وبكتب اسم اليوزر بعده. خلاص هدوس تابه كده، خلاص اليوزر موجود فهو بيكمل معاه، وبدوس انتر عادي. دلوقتي بقول لك changing password for user عزيز، اللي هو انت خلاص هتغير الباسورد بتاعه، فهتحط له نيو باسورد. هتقول لي ازاي؟ طيب يبقى في يوزر اللي هو نانو ده بيحط باسورد اليوزر تاني. ما هو انت اليوزر اللي بيحطوا له الباسورد ده لما بنيجي نتكلم على بيئه عمل بتاع، المفروض ان هو ما يشوفوش يعني. هو الموضوع ما بيتمش بالشكل ده، ولكن ارجع واقول تاني ان انا علشان بشتغل على جهازي فالامور بتختلف شويه. طيب خلينا نحط اي باسورد نسميه عزيز برضو. قال لك باد باسورد the password is shorter than 8 characters. الباسورد قصير قوي ولكن مش مشكله، هنكتبه يعني. خلاص قال لك الباسورد ابديت سكسسفولي. لو جينا ان احنا نحاول لليوزر اللي هو اسمه عزيز، يقول لك اكتب الباسورد. هنحط الباسورد. خلاص هو كده ايه، انا حطيت له باسورد كده من اول وجديد. طيب خلينا نرجع تاني لنانو ده. طبعا هيطلب باسورد نانو. طيب لو انا عايز اغير له الباسورد بقى، يعني انا دلوقتي خلاص انا عملت له باسورد يعني عملت له اول باسورد ليه، هل ينفع ان انا اغيره؟ ينفع عادي يعني. هاجي تاني اروح كاتب سودو باسورد عادي، ويقول لي نيو باسورد، والدنيا لذيذه خالص. طب ماذا لو انا عايز احط مثلا ميعاد معين الباسورد ينتهي فيه؟ ساعتها بعتمد على امر تاني او تول تانية اللي هي تشينج دي. بكتبها بالشكل ده، وبكتب معاها ماينس ام. ماينس ام ده بيعبر عن عدد ايام معينه. يعني انا حطيت له 20 مثلا، حطيت له بعدها عزيز. خلاص انا كده خليت هو كده ما حطيتلوش باسورد، وانا كده خليت الباسورد بتاعه متاح لمده 20 يوم. طب هي بتتكتب بالشكل ده بس؟ لا، ما هي ممكن اكتبها بشكل تاني. بالشكل ده كده بكتب تاريخ. ممكن مثلا نكتب 2026
آه، شهر 10 مثلا، يوم 15، وبعديها بكتب ثواني، بعدها بكتب اسم اليوزر. خلاص انا كده الباسورد هيفضل متاح لحد 15/10 الجاي لو انا كتبته بالشكل ده. ولو كتبته بالشكل ده الماينس ام، هو كده الباسورد متاح لمدة 20 يوم بس. طيب خلينا مثلا نيجي نعمل ايه، نحاول ان احنا نقفل الباسورد على اليوزر. احنا كنا خدنا الامر اللي هو سودو يوزر مود، وكنا بناخد ماينس ال، وبعد كده كنا بنقفل الاكونت نفسه او اليوزر نفسه. طيب ماذا لو انا عايز اقفل الباسورد نفسه؟ يعني خليه كل ما اجي اكتب باسورد يقول له غلط 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 غلط. بعملها ازاي؟ بنيجي ماينس ال، هنا بقى ما اكتبش ال كابيتال بالشكل ده، بكتبها ماينس ال عادي. خلاص، وبكتب اسم اليوزر بعدها بالشكل ده، looking password for user عزيز باسورد سكسس. خلاص هو كده تمام. نيجي مثلا نعمل سويتش العزيز ده كده، قال لك اكتب الباسورد ثواني كده بالشكل ده، هيقول لك غلط. نحاول نعملها مرة كمان عشان نتأكد. هيقول لك غلط. طيب انا عايز ارجعه تاني. طبعا الموضوع ده بيبقى ليه حالات معينة يعني، ولكن هي اوبشنات احنا بنعرفها علشان لازم ان احنا نعرفها. تعالى نعمل سويتش تاني العزيز، نكتب الباسورد. خلاص هيدخل عادي مفيش اي مشكلة. كان في بقى امر انا الحقيقة مش متذكره، ولكن هو في تشينج دي نضطر نستخدم ماينس ماينس هيلب يعني. بيعرفنا معلومات عن التواريخ اللي محطوطه للباسورد بتاع اليوزر. يعني مثلا انا حطيت له الباسورد ده لمده 20 يوم، وبعدين جيت عدلته وقلت له لا خليه الباسورد ساري لمده لحد 15 10 في سنه 2026 اللي احنا فيها دي. فكان بيجيب لي معلومات عن الحاجات دي. انا مش متذكر الاوبشن الحقيقه، فهاجي كده هكتب تشينج ماينس ماينس هيلب نشوف مع بعض. طبعا ماكس دايز ده اللي هو اقصى عدد من الايام اللي الباسورد يبقى متاح فيها. سيت ديت فول مش عارف ايه، ديسبلاي ديس هيلب مسج اند اكزيت. ممكن نستخدم مثلا change ماينس ال، اظن يعني ماينس ال عزيز. طبعا عايز صلاحيات السودو. الامر ده العلامتين تعجب دول كانوا بينفذوا لي اخر امر انا كتبته، ودي كنا اتكلمنا عنها في حلقه قبل كده علشان لو ما حدش عارف انا كاتب ايه. يعني سودو علامتين تعجب دي معناها ان انا سودو وبعدها ده مكتوب، كأن ده اتكتب بعدها. خلاص طيب هي نفس الامر تمام. طيب هنا بيدينا شويه معلومات عن اليوزر. يعني مثلا هنا بيقول لك لاست باسورد تشينج 23 جون، ده اللي هو شهر 6 يعني، اللي هو شهر يونيو اللي هو النهارده. باسورد اكسبايرز المفروض الديفولت بتاعه 13/7 الجاي. خلاص طبعا اليوزر مش معمول ان اكتف، ان انا اعمله ان اكتف ما شغلوش. طبعا لو عايز اعملها بستخدم الامر ده اللي هو ماينس اي، استخدم معاه ماينس اي اخليه ان اكتف. يعني ايه ان اكتف؟ يعني الاكونت موجود عادي او اليوزر موجود عادي، ولكن مش هينفع ان انا افتحه. خلاص هو يعني كانه مش شغال. القصد يعني احنا عندنا هنا اكونت اكسبايرز هنا 15 اكتوبر 2026، وده اللي احنا حطيناه. طيب احنا بس عايزين نفرق بين حاجه بسيطه، ان تشينج ماينس اي وبعدها تاريخ، وبعدها تاريخ دي بتعمل ايه؟ دي بتخلي الاكونت مش الباسورد ساري لحد تاريخ معين اللي هو 15/10. طيب في اللي هي ماينس ماينس ايه، احنا كتبنا ماينس ايه، كانت ماينس ام تقريبا. ماينس ام دي بتindicate لايه او بتريفير لايه؟ لعدد الايام اللي الباسورد هيبقى متاح فيها. اهو maximum number of days between password change، اللي هي الايام اللي لازم الباسورد تعدل فيها 20، ودي احنا كتبناها من شويه. لو جينا كتبناها مثلا خليناها 30 وجينا كتبنا عزيز، طبعا هطلب صلاحيات السودو هنكتبها عادي، ونيجي نشوف هنلاقيها بقت 30 يوم. ال20 دي اللي هي القديمة. خلاص طيب نيجي للجزئية اللي بعد كده.
الا وهي ازاي ان انا اعمل جروب جديد، او ازاي ان انا اضيف حد في الجروب او ايا كان يعني. طيب بعملها ازاي؟ باجي هنا بكتب له ايه، بقول له والله سودو، احنا الاول كنا بنكتب ايه يوزر اد، لا احنا مش هنكتب بقى يوزر اد، احنا هنكتب ايه جروب اد. هو الشابتر ده كله اصلا متمحور حوالين اداره اليوزرز واداره الجروبس، ازاي اعمل يوزر وازاي اعمل جروب، ازاي اضيف مش عارف اليوزر لجروب، ازاي احط باسورد للجروب او اليوزر كده يعني. طيب سودو جروب اد، بعمل ايه بعد كده؟ بروح كاتب آم، اسم الجروب بعدها. يعني لو جيت كتبت مثلا كده اي تي، خلاص انا هعمل جروب واسميه اي تي. هنيجي نعمل كات. طب انا عايز اتاكد ان هو اتعمل، هو طبعا ما جابش ايرور فهو كده اتعمل خلاص. في ملف اسمه جوه مسار الاي تي سي اسمه جروب تقريبا او جروبس، تهيألي لا هو صح. لو جينا بصينا تحت كده هنلاقي اي تي موجود عادي اهو. ده جروب اسمه اي تي، واخد اي دي او جي اي دي بقى، او جروب اي دي 1023. حد يقول لي هو ايه عزيز دول اللي موجودين دول، او سيلز أو. سيلز ده جروب انا عملته عادي، مكتوب جنبه عبد وعبد الرحمن يعني. دول ايه؟ دول اليوزرز المنضمين للجروب ده. خلاص. طيب ايه عزيز اللي بالكابيتال دي؟ احنا لما جينا عملنا جروب، عملنا يوزر اسمه عزيز، قلت ان في جروب بيتعمل باي ديفولت بنفس اسم اليوزر وبياخد نفس اليوزر اي دي اللي هو 1017. وقتها احنا غيرناه ل 1021 تقريبا او حاجه زي كده، مش متذكر يعني، ولكن هو بيتعمل باي ديفولت. طب عزيز اللي هي سمول دي ايه اللي واخده 1022، ده يوزر انا لسه عامله اصلا. لو كده عملنا ال اس للهوم، ثواني، انا لسه عامله اهو اسمه عزيز. اذا انا عملت جروب جديد وسميته سميته اي تي. طيب انا لو عايز اضيف حد بقى للجروب ده، يعني انا مثلا خلينا نخش مثلا في الهوم، انا عندي اليوزرز اللي عندي اسمهم ايه؟ والله عندي مثلا عبد الرحمن ده ونانو وعزيز وهبل وزودياك ومش عارف ايه. طيب بعملها ازاي؟ بروح جاي كاتب سودو يوزر مود بالشكل ده، وبكتب ماينس اي جي كابيتال، وبكتب اسم الجروب بعدها. احنا جروبنا اسمه ايه؟ اسمه اي تي. بص انا كتبت اي ودوست تابه بيكمل على طول، طالما الجروب موجود مش هيدي معاك ايرور. وعايز اضيف مثلا عزيز ده للجروب، وبدوس انتر، ما جابليش ايرور. طيب اتاكد منين ان عزيز ده منضم؟ طبعا لو جيت عملت كات للاي تي سي جروب اهو اي تي، فعضو واحد اسمه عزيز. طب يا عم انا مش عاجباني الطريقه دي، مش عايز اروح اقرا الملف ده، اعملها ازاي؟ بروح كاتب جروبس في امر اسمه جروبس ايوه، وبعدين بروح كاتب اسم اليوزر بعدها. ده ايه الامر ده؟ الامر ده بيظهر لي الجروبات المنضم ليها اليوزر اللي انت هتكتبه. فنيجي ندوس انتر هنلاقي ان هو الاسم اليوزر هو منضم لاتنين جروب، الجروب اللي تم انشاؤه معاه باي ديفولت يعني، وجروب الاي تي. خلاص. طيب احنا كده اتعلمنا ازاي نعمل جروب وازاي نضيف حد للجروب. طب في طريقة تانية ان انا اضيف حد للجروب يعني غير يوزر مود وكده؟ عادي، عندنا تول اسمها طبعا صلاحية السود اسمها جي باسورد، هي نفسها باسورد، ولكن بالنسبة للجروب فاسمها جروب باسورد. طيب بعمل ايه؟ بروح كاتب ماينس ايه، وبكتب اسم اليوزر الاول مش اسم الجروب، فبروح كاتب عزيز، وبعدين بروح كاتب اي تي. طبعا هيجيب لي ايرور. ليه هيجيب ايرور؟ لان هو كده كان موجود فيه، ولا ما جابش ايرور؟ خلاص ماشي. طيب خلاص خلينا نحاول ندخل يوزر تاني مثلا بحيث ان الموضوع يبقى ايه اوضح يعني. ندخل عبد الرحمن، نيجي نعمل جروبس لعبد الرحمن، هنلاقي ان هو داخل في جروب الويل اللي واخد صلاحياته السودو، وداخل في جروب اسمه سيلز انا كنت بجرب عليه، وداخل في جروب الاي تي. طيب انا عندي طب انا ازاي احذفه بقى من جروب؟ يعني خلاص احنا كان عندنا موظف مثلا في جروب معين وخلاص عايزين نحذفه الراجل ده من الجروب. نعملها ازاي؟ هنكتب آه نفس التول جي باسورد، وبنكتب ماينس دي. انا بضيف بماينس ايه وبحذف بماينس دي.
بكتب اسم اليوزر بعدها وباجي اكتب اسم الجروب. احذف لي الامر ده معناه احذف لي اليوزر اللي اسمه عبد الرحمن من الجروب اللي اسمه اي تي، وباجي ادوس اروح كاتب هنا. حتى هو قال لك ايه ريموفينج يوزر عبد الرحمن فروم جروب اي تي، اجي اكتب جروبس عبد الرحمن، مش هنلاقي اي تي. تعالى برضو نحذف عزيز ده كمان علشان نتاكد. هنيجي نعمل جروبس عزيز، هنلاقيه موجود في عزيز بس. طيب انت عمال بقى تقول لي صلاحيات السودو صلاحيات السودو والكلام ده كله، ازاي انا اضيف حد اصلا اديله صلاحيات السودو؟ بكل بساطه احنا عندنا جروب اسمه جروب الويل، بيتكتب بالشكل ده. هو ده موجود في سنتوس، انما في اي توزيع سنتوس وريد هات. خلاص لو انت شغال على سنتوس او ريد هات او فيدورا تقريبا، مش عارف في فيدورا موجود ولا لا، ولكن بيبقى اسمه جروب الويل او جروب السودو، بدليل ان انا بكتب سودو قبل اي امر، ما بكتبش ويل يعني، انا بتكلم في اسم الجروب نفسه. خلاص بكتب الجروب اسمه ويل. تمام، فانا بضيفه بكل بساطه لجروب الويل ده، لان جروب الويل ده هو اللي ليه صلاحيات عاليه. لو هو مش متضاف لجروب الويل مش من حقه ان هو يعمل اي حاجه. طيب ازاي بضيفه؟ بيجي بستخدم يوزر اعلى منه، يعني نانو ده موجود في جروب الويل، من حقه انه يضيف حد تاني في جروب الويل، انا مديله الصلاحيات دي. طيب لو انت ما عندكش يوزر اصلا معاك موجود في جروب الويل او مش واخد صلاحيات السودو، ازاي ان هو يعملها؟ بتستخدم الروت وبعدين بتضيفه وبتستخدمه هو بقى بعد كده. يعني انا بعتمد هنا على اليوزر اللي اسمه نانو، ما بعتمدش على ايه، ما بعتمدش على الروت خالص، يعني مش محتاج استخدم الروت. anyway يعني هتروح جاي هنا يوزر مود، وتروح كاتب ويل اسم الجروب زي ما قلنا. ثواني انا نسيت حاجه، ماينس اي جي ويل بالشكل ده. وتعالى ندي صلاحيه الاستوديو دي لعزيز. هنروح دايتسين كده، لو جينا كتبنا جروبس عزيز هنلاقي ان هو مع ايه، معاه صلاحيات الصوت. تعالى ندخل على عزيز ده ونشوف الموضوع بيبقى شكله عامل ازاي. كتبت الباسورد غلط، ثواني. عزيز خلاص ماشي. طيب لو جينا هنا خلينا مثلا نجرب ان احنا نستخدم السودو لاول مره. عايزين مثلا نعمل اي اكشن محتاج صلاحيات. تعال نسطب اي حاجه، انستول مثلا ان ماب مثلا. خلاص هيجيب لك شويه تعليمات كده. we trust you have received the usual lecture from the local system، مش عارف administrator usually boils down حاجات كده، وبيديك قواعد بيقول لك respect the privacy of others، لان انت معاك صلاحيات عاليه ولازم تحترم خصوصيات الاخرين. وبيقول لك فكر قبل ما تكتب اي حاجه، لان انت معاك صلاحيات عاليه، فانت اي امر هتكتبه ممكن تودي الدنيا في داهيه. وقال لك مع القوة مع القوة مش عارف يعني القوة الكبيرة بتيجي المسؤولية الكبيرة، يعني شوية حاجات كده ايه. ما علينا، هنروح كاتبين الباسورد انستول ميسنج ديستنيشن فايل اوبلاند. ثواني انا نسيت اكتب حاجة سودو يوم انستول. طبعا مش هيجيبها لي تاني، يعني مش خلاص ما جابهاش تاني. طب هو هنا بيعمل ايه؟ هو هنا بيروح يبحث في مستودع. احنا هناخد شابتر ازاي اسطب حاجه او ازاي اثبت حاجه عندي والكلام ده كله، لكن انا يعني بحاول ان انا اوريك حاجه معينه، ان خلاص انا من حق انزل اي حاجه على الجهاز دلوقتي، يعني معاه صلاحيات السودو. خلاص كده. هنيجي لدي في وقتها. يعني طبعا انا عملت كنترول سي بالمناسبه، يعني انت اي امر بتكتبه عايز تطلع منه، يعني لو جينا مثلا عملنا مور او مثلا سودو مور اي تي سي باسورد مثلا كده، بتروح طالع من القائمه دي. زي بتدوس كنترول سي، المقصد يعني اللي هو يعني مثلا انت دخلت في القائمه دي مش عارف تطلع، يعني انت مش عارف تطلع وترجع للترمينال، بتدوس كنترول سي اهو يرجعك للترمينال تاني. طيب في ملفين برضو مهمين ان احنا نعرف، هما 3 ملفات في الحقيقه عندنا، هما ال3 موجودين في مسار معين. عندنا اي تي سي باسورد، وعندنا اي تي سي شادو، اظنش ان انا فتحت ده قبل كده، وعندنا اي تي سي جروبس. طيب دول ايه ببساطه؟
الاي تي سي باسورد ده بيتخزن فيه اليوزرز اللي عندي وشويه معلومات عنهم. يعني ايه؟ يعني مثلا اليوزر اسمه، الجروبات اللي مضاف ليها، رقم الاي دي بتاع، رقم الاي دي بتاعه، نوع الباش اللي بيستخدمه، ومسار الهوم دايركتوري بتاعه. خلاص. طيب الشادو ده بيتخزن فيه ايه بقى؟ ده ملف خطير قوي. ده بيتخزن فيه، هما الثلاثه خطر خطر يعني ما تلعبش فيهم انا، بس المهم تبقى عارفهم يعني. يعني ده مثلا اي يوزر بعمله جديد بيروح يتخزن هنا. ده خلاص يعني تقدر تعتبره الداتابيس بتاع اليوزرز. نفس الكلام بالنسبه للجروبس. يعني نفس ده نقيض ده، بس بالنسبه او المشابه ليه بالنسبه للجروبس. اي جروب بتعمله بيتخزن الاي دي بتاعه. الاي دي بتاع الجروب بيبقى موجود في المسار دوت، وبيبقى موجود في اليوزرز المنضمين فيه، منضمين في الجروب دوت، و بس تقريبا مش في حاجه تاني. طيب الاي تي سي شادو ده بقى غيرهم شويه. الاي تي سي شادو ده بيتخزن فيه الباسوردات بتاع اليوزرز اللي موجودين على الجهاز، ولكن بتبقى آه، متهيشه. يعني ايه متهيشه؟ يعني احنا عندنا، احنا هناخد انتهى سريعه، يعني مش شغلتنا الهاشنج دي او مش موضوعنا، ولكن لازم ناخد نبذه سريعه. انا مثلا الباسورد بتاعي 1 2 3. مش لو جيت مثلا عملت كات للاي تي سي شادو، ما ينفعش مثلا يبقى مكتوب ايه 1 2 3. ما هو ده يعني ما فيش بربع جنيه سكيورتي كده. فالهاش ده في منه طرق كتير زي الام دي 5 والاس اتش اي، على حسب الاصدار بقى ايا كان. بيروح محول الباسورد ده لرقم تسلسلي طويل كده، قيمته بتساوي قيمه الباسورد. خلاص. يعني انت لما بتيجي مثلا يقول لك اكتب الباسورد بتاعك، فانت بتكتب 1 2 3، هو بيروح يقارن 1 2 3 دي بالهاش اللي موجود جوه المسار ده، بيلاقي ان القيمه دي بتساوي القيمه دي. او انا لو حاولت 1 2 3 هيبقى الهاش بتاعها زي اللي موجود في القيمه دي. خلاص انت كده امان. كتبته غلط يبقى مش مساوي للهاش، يبقى انت كده آه مش تمام، او مش تمام يعني، كتبت الباسورد غلط. خلاص. فانت نيجي نعمل سودو كات. طيب دي الباسوردات اللي انا والله المفروض ما اعرضش الحاجات دي يعني، بس ماشي يعني. هي كده كده مكان اللوكال وبجرب عليها يعني. عندنا هنا بص يوزر اسمه عزيز اهو. شايف كل ده، كل اللي مكتوب ده لحد هنا تقريبا، ده الهاش، الهاش الخاص بالايه. هو مش تشفير بالمناسبه، هو هاش. يعني الهاش غير هاشنج غير التشفير. الهاش بتاع الباسورد بتاع عزيز ده نفس الكلام بالنسبه لليوزر اسمه عبد اهو. اهو كل ده لو جينا على نانو هنلاقي نفس الكلام. مش عارف عبد الرحمن نفس الكلام. فاي يوزر انت بتعمله بيتعمل له باسورد وبيتخزن هنا، ولكن بيبقى متهيش هاشد. خلاص. نشيك كمان على سودو كات اي تي سي باسورد. ده بيتخزن فيه زي ما قلنا. ناخد مثلا عزيز ده كمثال، ده الاسم، آم، ده الاسم الاكس دي الحقيقه انا مش عارف ايه، ولكن ده اليوزر او مش متذكر ايه يعني. ده اليوزر اي دي، ده الجروب اي دي بتاعه اللي هو اسمه عزيز برضو بالمناسبه. ده الهوم دايركتوري بتاعه هوم، وبعدين عزيز ده نوع الباش. خلاص مفيش معلومات تانية. لو جينا مثلا ناخد حاجه زي مثلا نانو، ادي الاسم، ادي اليوزر اي دي واخد 1000 لانه اول يوزر عملته. ده الجروب اي دي بتاعه، رقم الجروب او جي اي دي، الجي اي دي بتاعه. ده الهوم دايركتوري بتاعه، وده نوع الباش بتاعه. طيب في حته كمان عايز اقولها. افرض مثلا انا عايز اغير مش عايز استخدم الباش. يعني انا ما انصحكش بحاجه زي كده، ما انصحكش، ولكن انا عايز اغير الباش. بعملها ازاي؟ بروح كاتب ماينس اس، واروح كاتب له نوع الايه الشيل اللي انا عايزه. دي الديفولت موجوده بين باش. عندنا الاس اتش، وعندنا تي ماكس، ومش عارف زد اس اتش، وفي حاجه اسمها الفيش وحاجات كتير كده. وبتروح كاتب بعدها مثلا اس اتش. خلاص انت كده غيرت الشيل بتاعه، وبتروح داس انتر. بس انا علشان مش عايز اعمل كده فمش مضطر اعمل كده. وبرده انت لما بتيجي تعمل يوزر جديد ممكن تضيف الحاجات دي كلها مره واحده. يعني مثلا ممكن تيجي هنا تكتب ماينس اس، وتروح كاتب له مثلا، او تقريبا دي بتتكتب في الاخر، ماينس يو، وتدي له مثلا اليو اي دي ده ماينس جي، او ماينس اي جي تقريبا، مش متذكر يعني، اي جي. وتروح مديله الجروب اي تي، اي تي تقريبا ماينس اي، متهيألي اي تي. نجرب اي جي اي تي برضو anyway يعني. وبتروح مثلا مديله ماينس اس، وتروح قايل له هنا بن
باش، فتبقى عملت كل دول في خطوه واحده، وبعدين بتكتب هنا طبعا ايه اسم اليوزر في الاخر. خلاص. آه يا رب بس ما اكونش نسيت حاجه. طيب، عندنا حاجه اخيره بالنسبه للجروبس، الا وهي احنا عرفنا ازاي بالمناسبه نعرف الجروبس بتاع اليوزر. بنكتب جروبس وبعدين بنكتب إيه اسم اليوزر وخلاص. بقى ويل، ثواني بقى نحذفه من الويل عشان الموضوع ما انساش يعني. كانت ماينس ايه والله، ده بنسى كتير. ماينس دي عزيز من الويل، وانا مش هينفع انا مستخدمه يعني. خلاص ناخده كوبي كده، كوبي نمسح لي بقى كل ده. اس يو ماينس نانو، نانو راكبين كده، نانو ريموفينج تقصده جي باسورد او لا جروبس عزيز مش موجود. خلاص تم الدعس. خلاص. طيب، عندنا حاجة كمان أخيرة، اللي هي لو احنا كنا بنحذف يوزر ازاي؟ بنكتب سودو يوزر ديل، وبنروح كاتبين اسم اليوزر. لو كتبت مثلا عزيز ده يعني امسحه مفيش مشكلة عادي برضو، مش مشكلة يعني. طب لو عايز احذف جروب معين احذفه ازاي؟ بروح كاتب سودو جروب ديل يعني، بديهي يعني. ونحذف اي تي ده ونحذف سيلز ده بالمناسبة يعني. أنا كنت بجرب على حاجة. جروب ديل غلط ليه طيب؟ سودو جروب ديل اي تي مش عارف ايه. طب نجرب ده لوحده ماشي، نجرب بقى ده لوحده. اتحذفوا برضه يعني. نيجي نعمل كات اي تي سي جروبس او جروب تقريبا مش موجودين. خلاص تمام، احنا كده ايه خلصنا من النقطة دي. طيب عندنا ايه اخير؟ عندنا حاجات بسيطة اخيرة، اللي هي حتة ملف السودوريز. طيب انا قلت ان انا علشان اضيف يوزر ل الويلز او اديله صلاحيات السودو، ان انا بروح ضايفه اكتب يوزر مود وبضيفه ل ماينس اي جي، وبروح كاتب اسم الجروب وبروح كاتب اسم اليوزر بعدها. طيب في طريقة تانية ان انا اضيفه ولكن ما تجربهاش يعني ما تجربش انت تعملها. خلاص، ان انا باجي اكتب الامر ده في اي سودو. ده في اي سودو ده يعني ايه؟ في اي دي اختصار ل فيم، وده تكست اديتور زي نانو كده ولكن ارخم يعني ارخم حاجه في الدنيا يعني، ما تتعاملش معايا يعني. خلاص، وبعدها سودو. فبتروح طبعا صلاحيات ايه، ثواني يا دي النيل. سودو في اي كده يظهر لك الملف ده بالشكل ده. طبعا انت علشان اصلا تطلع من الملف ده تعمل لوج اوت يعني موال، فما تجربش، الموضوع رخم يعني. تروح جاي كده عامل كيو سمول، ثواني كيو علامة تعجب. طيب الملف ده موجود فين؟ ممكن افتحه بنانو عادي، ممكن افتحه بنانو كده اي تي سي اسمه سودو سودوريز بالشكل ده. طبعا الملف ريد اونلي يعني ايه ريد اونلي؟ احنا هناخد ده الشابتر الجاي. ريد اونلي ده يعني ما ينفعش حد يلعب فيه، لا سودو ولا غيره، لازم الروت هو اللي يعمله. طيب ننزل شويه كده، هتلاقي هنا قال لك allows people in group wheel to run all commands. خلاص، انا هنا معمول ايه؟ الويل ده يمثل اللي هو بص، اي حد في الجروب ده خليه يعمل اي حاجه، اي يوزر ينضم للجروب ده خليه يعمل اي حاجه. عشان كده واخد ايه؟ all بمعنى خليه ينزل برامج جديده، خليه يمسح يوزر. لو تاخد بالك انا كل ده شغال بيوزر اسمه نانو، واخد صلاحيات السودو، مش واخد مش شغال بالروت. خليه يقفل الجهاز ويفتحه، مش عارف خليه يحذف يوزر ويحذف جروب ويعمل جروب والكلام ده كله. فده طبعا ما يصحش يعني. هي متسابه كده باي ديفولت، ولكن في الواقع ما تمشيش كده. انت بتروح معدل الملف ده بحيث ان انت تضيف له مثلا اوامر معينه، ان هو والله خليه يعمل مثلا شت داون، خليه مش عارف يعمل ريبوت، خليه يمسح يوزر بس او يعمل يوزر بس ما يعملش حاجات ازيد من كده. خلاص. ف
فدي كانت ده الملف اللي بتخزن فيه الكونفيجريشن او السيتنجز بتاع او اعدادات يعني السودوريز او الناس اللي هم معاهم صلاحيه السودو او المنضمين لجروب الويل، او دول يعني الناس اللي هم صفوة الصفوة على السيستم. نعمل كنترول اكس طبعا، مش هنسيها في اي حاجه. طيب ده كان الجزء الاولاني، كونفيجر سوبر اكسس، سوبر يوزر اكسس، دي اللي هي ازاي ان انا ادي صلاحيات السودو والكلام ده كله. خلاص احنا خلصنا الخمس نقط دول النهارده. المره الجايه باذن الله هنتكلم على جزئيه الاونر شيب، او نتكلم بقى على التشينج اون والتشينج مود والكلام ده كله. خلاص، فده موال كبير لوحده، فاحنا هنعمله على بارت 2. يعني ده بارت 1 اللي احنا بنشرحه ده، والمره الجايه باذن الله هنعمل بارت 2 ونخلص من شابتر اداره اليوزرز والجروبس. الشابتر الجاي هيتكلم عن ايه؟ هيتكلم عن جزئيه ان انا مثلا عندي ملف يعني خلينا ناخد حاجه سريعه كده، هنتايه سريعه. ممكن نعمل ال اس ماينس ال اي عبد الرحمن ده مثلا. هنلاقي هنا مكتوب نانو ونانو. عايزين نلعب بقى في الحاجات دي اللي هي زي كده، ونلعب في الحاجات اللي زي كده، ما نخليهوش ريد بس. انا عايز الملف ده يبقى مثلا اكسكيوتابل او يعني ينفع يتنفذ. عايزه مثلا بدل ريد بس يبقى ريد ورايت زي ده، زي اللي جنبه، قد الصلاحيات دي. عايز اعمل حاجه اسمها الستيكي نوت، دي مهمه قوي، بتخلي الملف ما يتمسحش ابدا يعني. عايز مثلا اغير النانو دي، اخلي المالك بتاع الملف ده يبقى الروت او يبقى يوزر تاني. عايزه ده اليوزر وده الجروب بالمناسبه. احنا بناخد انتهاء سريع يعني المره الجايه. ده ملكيه اليوزر ودي ملكيه الجروب. فانا عايز اخلي ملكيه الجروب مثلا للويل، مش هخليها للنانو بس، بحيث ان اي حد معاه في الجروب. يعني مثلا احنا عملنا جروب اسمه اي تي، فاخلي الملكيه هنا الاي تي، مع ان الملك يوزر، ولكن انا بخليه مثلا اي تي، بحيث ان اي حد في الاي تي ياخد صلاحيات ان هو يقراه، او ان هو يدخل ويشوفه، او يعدل فيه، على حسب بقى احنا عايزين نعمل ايه. هنتكلم في الموضوع ده المره الجايه باذن الله. علشان الموضوع يعني فيه تفاصيل كتير، فبقول كفايه كده النهارده علشان خاطر ما نتقلش عليكم. حابب اتكلم في نقطتين صغيرتين بس، ان احنا على التشانل مش بشرح لينكس بس. انا هشرح باذن الله نتورك وسكيورتي، ولكن انا قلت ابدا يعني في اللينكس اخد فيه مده، علشان خاطر ما ناخدش من كل فيلم اغنيه وانزل فيديوهات عشوائيه. مره تلاقيني بتكلم لينكس، مره تلاقيني بتكلم مش عارف سكيورتي، ومره تلاقيني بتكلم نتورك، فتتلخبط، ما تبقاش عارف اصلا انت بتتعلم ايه ولا بتعمل ايه يعني. ولكن احنا بنحاول نخلي الموضوع منظم شويه. فالحاجه التانية، الجروب ده انا هسيبه في الديسكريبشن، اللي هو بلورال سايت. الجروب ده ايه؟ الجروب ده لو فتحته هيساعدك قوي في اللي احنا اتكلمنا فيه. هنلاقي هنا كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها، يقول لك هاو تو تشينج باسوردز ان لينكس، مش عارف وات از لينكس باسورد وجروبس، اللي هي الموجودين في الاي تي سي اللي اتكلمنا عليهم. هو كاتب لك هنا اي دي رومان، بيديك امثله يعني. اي دي رومان ده عشان يعرف الاي دي بتاعته، والجي اي دي والكلام ده كله. هاو تو تشينج يوزرز جروب ان لينكس. يوزر مود، مش عارف يضيف الجروب والحاجات دي كلها، ما علينا يعني. هنا علشان نغير له برضو الباسورد. حاجه عايز اتكلم عليها، معلش انا نسيت. فده يعني اللي اقصده ان ده هسيبه في الديسكريبشن. الجروب ده مفيد يعني، تقدر ان انت تستفيد منه. لو انا سقطت حاجه، ممكن اكون ناسي حاجه يعني. واكيد انا ناسي حاجه، فاكيد ممكن تلاقيها هنا باذن الله يعني. طيب انا لو عايز اغير الباسورد بتاع اليوزر اللي واقف عليه، يعني مثلا نانو ده عايز اغير الباسورد بتاعه، هل لازم اروح ابقى روت فاروح مغير الباسورد بتاعه؟ لا. لو جيت كتبت باسورد كده من غير اي حاجه، الا يحصل دوست انتر، هيروح مغير لك الباسورد بتاع اليوزر اللي انت عليه. قال لك تشينجينج باسورد فور يوزر نانو. طيب تعالى نروح مثلا نحول ليه عزيز ده، احنا لسه ما مسحناش عزيز ده، ونروح كاتبين باسورد. هيقول لك ايه؟ تشينجينج باسورد فور يوزر عزيز. فانا لما اكتبها من غير اي اسم بعدها او اي حاجه، دي انا كده بغيرها لليوزر الحالي اللي انا عامل بيه لوجن، اللي انا فاتحه دلوقتي. ارجو تكونوا استفدتوا. يعني طولت شويه وكررت حاجات كتير قوي، لكن هدفي ان انت تفهم يعني، وان الموضوع يبقى سهل بالنسبه لك، لان في ناس كتير متعقده من اللينكس، ولكن الموضوع بسيط. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكريبشن في القناه، واشوفكم المره الجايه باذن الله. السلام عليكم.